واحد النهار كنت جالس في البيت ديالي تدخلت عندي اختي وهي تقول لي عثمان بغيت نهضر معاك واحد الحاجه خطيره، واش تبغي بعدا ولا ما تبغيش؟ قلت لها الله يسمعنا خير. وقالت لي راه عندي لك واحد الهمزه، واحد خيتي من اوروبا ويلا عندها 41 عام وطايبه وخصها تتزوج. وقلت لها من بعد، وهي كاع انا مشيت هضرت معاها ولا كان بيناتنا شي حاجه، واش غدير بيا انا مزلوط وما عنديش الوراق؟ وقالت لي غير اسمعني بعدا، كتعرف وفاء؟ وقلت لها شكون وفاء؟ صاحبتي وفاء. مالها؟ كتعقل النهار اللي قلت لك غادي نمشي للبحر ودرت معاها؟ وقلت لها وقالت لي هذيك راه بنت خالتها وكانت جابتها معاها ومشينا كاملين للبحر. ايوا من بعد زيدي. وبقات كتعاود لي حقا انا كنت مع واحد السيد وغدرني وانا كنقلب على شي واحد يكون كيبغيني بصح. ايوا ودابا خصها تزوج. وشنو المطلوب مني دابا انايا؟ وانا غنسرح لك الطريق وانت راك عارف، بدل عليك هاد الحاله ولبس مزيان وبارفان، وشي نهار نكونوا خارجين انا وياها وندير راسك بحال تلاقينا صدفه وراك عارف ما تخافش على اختك. ايوا كي ندير مع فريده وكي ندير مع فريده، و4 سنين وانا موعدها بالزواج وكتسناني. ما قالت ليش من فريده واش من ريح؟ واش فريده تعقل عليك؟ الا جا شي واحد دابا لاباس عليه وخطبها ومرياش غتقول له لا؟ قال لي والله ما نعرف. المهم هي كتبغيني، كتقول لك حقا تسناني وتصبر معايا، و4 سنين وهي صابره معايا. وقالت لي سير الله يجيبك على خير، غير ما لقاتش البديل. وقلت لها واخا دابا نشوف. قالت ليش من دابا تشوف؟ وراه خصك تدبر على راسك، راه اوروبا هادي، وراه تصوفي راسك وتصوفينا. انا صراحه الفكره اوروبا وشي خيتي طلعني ما كانش في بالي. صافي فاقد الامل، جربت شي مره ولا جوج، كنخاف نريسكي، ما عنديش فلوس اصلا نحرق. قلت ارا نتبع هاد اختي هادي فين غتوصلني الفكره ديالها. وهاد اختي كان زعيميه شويه. قلت لها دابا انا شنو المطلوب مني؟ قالت لي شوف، انا راه بحال طلقت معايا الطبيعه. بدات كتعاود لي والسيده كتبان نيه، وانت خصك في الاول ما تبينش لا بلي ملهوف على الزواج ولا. ادخل بديك الدخله ديال حقا راه جيتي عندي فاش جينا وسولتيني على ديك البنت. المهم انت ماشي سوقك، انا غادي ندير الخطه ديالي. قلت لها واخا. قالت لي المهم هي في العشيه غادي نخرجوا انا وياها للمدينه، ودرنا غادي نتلاقاو وغادي نمشيو لافوار، المهم غنتساراو. وفاش نكون وحده واحد ديك مول الغلال، هذاك مول الغلال اللي في الدرب، غير نصوني عليك اجي كتجري. المهم انت ما تكونش بعيد. وقلت لها واخا معيش في الساعه. وقالت لي ديك 8 8 ونص، المهم انت كون غير تما خلي التليفون ديالك شاعل. وانا كتبان لي اختي متحمسه اكثر مني. وصراحه تنقول انا هاد البنت هادي هضرت معاها ولات كتبغيني كاع، واش غتطلعني لاوروبا؟ واش غير اجي وطلع بنادم لاوروبا؟ زعما هاد النيه كامله فيها. المهم انايا مشيت دوشت وفركت راسي مزيان وجبت واحد اللبسه عندي ناضيه، درت بارفان، وبقيت جالس مع ديك السبعه ديال العشيه وهي تدخل عندي اختي. وقالت لي بلا ما نوصيك غدير راسك تلاقيتينا غير صدفه ياك، وغتبقى تشوف فيها. هي راه بيضه شويه واخا عندها 41 عام وكتبان صغيره. وقلت لها دابا انا شنو غادي ندير؟ غنتلاقاكم نسلم عليكم ونمشي في حالي؟ وقالت لي لا يا الهبيل، غتسلم علينا وغتسولني حق على شي حاجه نسيتيها في الدار ولا شي شارجور، المهم دير شي دخله. وبقات تشوف فيها وطول الشوفه وتلفت عندي وقول لي شكون هاد البنت هذيك؟ وانا غادي نجاوبك. وسلم عليا الاخرى وخلي يدك مسلمه عليها ما تحيدهاش. وقلت لها ما نقدرش. وقالت لي يا الهبيل دير هادشي اللي كنقول لك. قلت لها واخا انا غنتبعك، ولكن اش ضمننا حنايا هاد السيده غتبغيني ولا تبغيني في وجهي؟ وقالت لي انت دير محاوله شنو خاسر وانا غادي نعاونك. وداك الشيء اللي كان. وصلت 8 خرجت في حالي، مشيت واحد القنيت وبقيت جالس كنتسنى التليفون ديالها. 8 8 ونص باقي ما كاين والو. 9 العروب واحد شويه هو كيجيني ميساج، انا غندوز من ديك الطريق من ديك الدريبه اللي قلت لك، وانت دير راسك جاي. واجي بعدا واش لبستي داك البودي اللي قلت لك وداك السريول وداك السبرديل؟ قلت لها لابسهم. وعندك؟ قلت لها صافي كوني هانيه. واحد شويه وانا واقف في راس ديك الدريب
وهي كتبان ليا اختي جايه، هي وواحد صاحبتها وديك السيده جايين. انا غادي في الطريق ما على باليش زعما، وانا كنتلفت زعما راه درت راسي كنشوف اختي. جميله لاباس بخير هانيه. قالت لي انت هانيه سعيد وكي داير لاباس. سلمت عليها وسلمت على صاحبتها سناء، وانا نسلم على ديك السيده اللي عطاتني المواصفات ديالها اللي قالت لي راها من اوروبا. سلمت عليها وبقيت شاد ليها في يدي وكنشوف فيها، ولكن راه سبحان من خلقها واحد الجمال تقول غير اوروبيه، ودايره واحد الدره بيضاء، دايره واحد الدره وواحد اللبسه في الخضر. وصراحه بقيت كنشوف فيها وانا ما زاعمش، كنشوف فيها ومرتبك. ودرت داكشي اللي قالت لي اختي، تلفت ليها وقلت لها اختي هذيك راه معاك، وقالت لي لا دي راه صاحبتي. وبقيت كنشوف فيها وقلت لها سبحان الله. قالت لي مالك، وقلت لها والو والو، وانا نزيد في حالي. زدت في حالي وقصدت الدار، بقيت كنتسنى اختي، كنتسنى اختي تا جات. دخلات وقلت لها نضرا شنو كاين. قالت لي كيفاش شنو كاين، واش قالت لك شي حاجه ما قالت لك شي حاجه. وقالت لي مالك هبيل صاحبي، مالك مزروب، وهذاك الشيء كيجي غير دقه دقه، حنا دابا غير كنفرشوا. اختي كانت كتفهم صراحه، انا اللي كنت مكلخ. وقالت لي انا ما قلت ليها والو، ماشي دابا، خليتها الغدا ونرد عليك. المهم اختي جات من الخدمه، جات دوشت بدلت عليها وخرجات. قالت لي انا غادي نتلاقى بها اليوم ونقول لك شنو كاين. مشات وجات بالليل، وجات ونسيت الموضوع انايا. جات دقت عليا وجلست حدايا وقالت لي راه هضرت معاها. قلت لها بصح هضرتي معاها؟ قلتي لها آه. قالت لي مالك ملهوف، انا السيده غير كنفرش لك الطريق وصافي. وقلت لها شنو قلتي ليها؟ وانا تلاقيت بها غير بوحدها وقلت لها غير قولي لي شنو درتي لخويا، راه من البارح هو كيهتر بيك. وصدعني في راسي شكون هاديك ومين جات. وهي تقول لي ايوا. وبقيت كنقول لها السيد راه هتر بيك، ما عرف شنو درتي له، واش سحرتيه بعينيك ولا الفورما ديالك ولا الزين ديالك. المهم راه صدعني البارح بالاسئله، وانا كنت باغا نعس بكري باش نوض الخدمه. وبقات كضحك وهي تقول لي ويمكن عجبته. وانا نقول لها وداك الشيء اللي بان ليا، ولكن راه بزاف راه عيق علينا كاع. عرفتي السيد شنو دار ليا البارح بالاسئله، فين هادي وفين جات ومين جات. ولكن سمعي راه ما قلتلوش انت من اوروبا، انا هو ما عرفتكش من اوروبا، كيصحاب غير شي صاحبتي هنايا في الدرب ولا في الخدمه. وصدعني ما قلتلوش التفاصيل صراحه. زادت قالت لي اختي خليتها كتشوى هكاك ورجعت فيا للدار وانا كنعاود لك. وقلت لها شنو المعمول دابا؟ قالت لي شوف، نهار الحد دايرين للبحر، غنمشيو للبحر وغادي نكونوا في البلاصه فلانيه، وانت غادي تجيب باراسول ديالك والفوطه ديالك وغادي تجي عندنا. غتجي على اساس غتجلس مع اختك وانا غنشدها عندي، غنشدها تجلس حدايا. المهم كون هاني ما تخافش على اختك، انت غير اجي وماشي سوقك. قلت له واخا انا غادي نتبعك. جا الحد، جا الحد، اختي عندها روب وما كتخدمش. المهم نضنا في الصباح فطرنا، هزات المسائل ديالها ومشات. قالت لي ما نوصيكش كاع 12 تكون تما وانا نسرد لك ميساج. قلت لها واخا. وصلت ل11 قصدت البحر، قصدت البحر صيفط لها ميساج فينكم ما فينكم. قالت لي انا راه في البلاصه الفلانيه وبقات كتنعتني وعرفت البلاصه واخا كان زحام. المهم عرفت البلاصه، بقيت كنشوفهم من البعيد وما زعمتش الصراحه نمشي ما نمشيش. صافي واقيلا يمكن اختي غير كتخربق، يمكن انا نمشي عند السيده نبقى انايا نضيع وقتي. واحد الساعه قلت والله تنزعم ليها واختي كتزعم انا ما كنزعمش. وبقيت كنقول دابا والسيده يبقى يجي في بالها كيفاش هذاك النهار صدفه وهذا النهار صدفه والبحر كان عامر. وقلت صافي نزعم. مشيت وانا نلقى اختي، لقيت اختي، لقيت اختي جالسه بوحديتها هي واحد البنيه صغيره. ومشيت لعندها وقلت لها كيفاش، وقالت لي جيتي.
وقلت لها راه جيت، وقلت لها راه من قبيله وانا كنقلب عليك بحال عامر. قالت لي المهم شوف، دير الباراسول ديالك حدانا والفوطه وتجبد. وقلت لها من بعد انا غادي نجبد معاها الموضوع. قلت لها شنو الموضوع؟ وقالت لي انت ماشي سوقك. وجلست انا، هي ما عرفتهاش ديك الوقيته فين مشات، وقالت لي راه مشات غير تعوم وغتجي. قلت لها صافي كوني هانيه، انا غنفرج حداكم وقلبي كيضرب في التسعين. جات البنت جات البنت جلست وقالت لها هو خويا. تلفتات قالت لي اهلا لاباس، سلمت عليا وجلسات. وقالت لي هذا هو اللي بقى كيهتر بك ديك النهار وصدعني عليك، شكون هاديك ومين جات وفين دات؟ ها انت اختي تفاهمي معاه، شوفي انت شنو درتي ليه. وانا حشمان وانا كنطلع عليها، بقات كتبتسم وهي تقول لي اجي مالك حشمان، اجي جلس حدانا. جلست حداهم جلست حداهم وقالت لي ايوا ها هي اللي صدعتيني عليها، يلا هضر معاها. ويلي اش كدير اختي؟ وحشماتني وقالت لي وهضر، ومصدعني زوينه ما زوينه، عجباتني ما عجباتني، ها هي. انا ما عرفت ما نقول ليها، وقلت لها كي دايره لاباس عليك؟ اختي غمزاتني قالت لي زيد، وانا شفت مع الهضره. ما عرفتش الهضره كيفاش خرجت، قلت لها ورا سولت اختي عليك ديك النهار، وانا صراحه ما كنعرفش نهضر. اختي هي الدينامو ديالي، الا ما كانش ما نتحركش في هاد الامور هادي. وسولت عليك اختي، قالت لي شنو قلتي ليها؟ سولت عليك وهي تقول لي علاش. وقلت لها عجبتيني صراحه، خرجت لي من فمي هكا. قلت لي بصح. وقلت لها هادشي اللي كاين. اختي دارت راسها كتلعب في التليفون زعما مسوقاش، وهي طالقه الرادار ديال ودنيها، وهي تلفت عندي اختي. قالت لي عجباتك؟ وقلت لها وانا غير لسان اللي كيهضر، اما ركابيتي خفقفو، قلبي كيضرب في التسعين. وصافي لا عجباتك ها هي حداك، وصافي خد النمره ديالها وتواصل معاها. وهي تقول لي اختي نسيت ما قلتلكش، البنت راه برانيه، راه في اوروبا. انا درت راسي كما وصاتني اختي باللي زعما راه اول مره غنسمع هاد الهضره. من اوروبا. اه باش ما تقولش السيده زعما راه طامع فيها وكذا. وقالت لي شنو سميتك؟ وقلت لها انا سميتي فلان، وانتي؟ وقالت لي انا سميتي امينه وعايشه في اسبانيا. صافي بقى سكات بيناتنا تقريبا لمده نص ساعه. ما عرفتش انا شنو نقول ليها صراحه، عيات اختي تغمز فيا والو. صافي قلت لاختي انا غنمشي في حالي دابا بحال القنط. ولكن بيني وبينكم واوروبا والسيده زينه زعما راه عندها حقها في الزين. مع ذلك حشمت قلت لها انا غنمشي، هزيت الفوطه ومشيت. في العشيه دخلت اختي وقالت لي مالك اصاحبي، ومالك بوجادي يا صاحبي، وانا عطيتك الفرصه تهضر معاها انت مشيتي في حالك. وقلت لها صافي. قالت لي المهم هضر معاه في التليفون، صيفط لها شي ميساج شي قليب، راك عارف. عطاتني النمره ديالها ودخلت النمره ديالها، قالت لي ارا داك التليفون. شتا التليفون صردت لها قلب وريضه، انا فلان خو فلانه. وهي تسرد ليا واحد الايموجي زعما حشمان، وهي تكتب شكرا تحت منها. قالت لي صافي انا فرجت لك الطريق، والمهم اي حاجه قالتها لك ولا قلتيها ليها علمني بها باش نقول لك شنو دير. بقيت كنتواصل معاها، كنقول كنعاود على حياتي بلي عندي الباك، جربت نخدم سيكوريتي وبقى لي واحد الصداع مع شي كليان وخرجت. المهم بينت لها بلي راه قاد على الخدمه. هي بقات كتعاود لي شويه على راسها، وقالت لي انا في اسبانيا وكنت طلعت صغيره مع والديا، ودابا عايشه غير بوحدي، وخدامه في واحد الريستون وقديمه فيه. وانا بالسذاجه ديالي شنو قلت لها؟ وقلت لها ما كتفكريش تزوجي؟ وقالت لي معامن، وخليت ديك معامن وما جاوبتهاش. رانا واحد السيده سميتها فاتحه، هذيك 4 سنين وانا مجرجرها، ودارت لي بود ستاس في التليفون. من البارح ما سردتي، ما هضرتي معايا، ما كدا. وقلت لها غير شي شغل وصافي. وقالت لي كيفاش الشغل؟ واش لقيتي شي خدمه؟
وقلت لها ما كاينش الخدمة هاد الوقيتة فين لقيناها، وفين كتكون؟ والو غير مع شي صحابي وصافي. قلتها لختي، وقلت لها راه درت لي بودسطاج ديك خيتي. وشكون؟ قلت لها فاتيح. وقالت لي بلوكيها. قلت لها كيفاش غنبلوكيها 4 سنين وانا معاها وكنوعدها بالزواج وغنخدم ونجمع راسي ونديرو الدار، في الاخر نبلوكيها؟ لا لا ما جاتش. قالت لي على كامبو. واش نتايا جاتك الفرصه تال بين يديك والسيده طايبه وتقول لي فاتحه باغي تبقى في الفقر والجوع والنوع؟ وقلت لها صافي انا غنتبع كلامك. المهم شي نهار غنعرضها للعشاء، وراك عارف بلا ما نوصيك. جا واحد النهار اختي جات من الخدمه قالت لي راه غادي تجي عندي وغادي تعشى معانا. كان عندي غير واحد الوالد مريض مسكين، يعني كان شي تقاعد، عنده شي منطقه قليله كتجي في الشهر، والوالده جالسه غير في الدار. شويه بعد مرات انا كنديباني واختي خدامه وديك المنطقه الوالد ديال التقاعد. المهم مسلكين الوقت. جات اختي قالت لي المهم انا غادي ندخل الكوزينه ونوجد داك الشيء، وانتيا راك عارف تجي غتعشى معانا وهضر معاها. قلت لها واخا. جات السيده سلمت علينا جلست، انا كنتعشاو وهذا الشيء كامل اختي كديرو غير لا مثبتي انايا، زعما راه غنصوفي راسي وغنصوفيها معاها حتى هي نديها لاوروبا. هادشي اللي في بالها. جلست تغدا وبقيت كنشوف فيها كيما وصلتني اختي. قالت لي بقات تشوف فيها وتبتسم تطيح هكا. وقلت لها واخا. ولكن هاد المره جايه لابسه واحد اللباس واعر، وجايه دايره الماكياج، وجايه دايره داك الشيء خطير، كتبان بحال شي مانكا. تشينا إنا عكر وإنا ماكياج داك الشيء كان باين. وصلت اختي ورجعت وقالت لي السيده طاحت في الشبكه. قلت لها باش عرفتيها؟ وقالت لي ما كتشوفهاش مزوقه، والسيده راه تلاقيتها كانت دبلانه، كانت مع شي واحد مع شي ما عرفتش، كانت مع شي واحد قدرها ما عرفت شنو وقع بيناتهم، كان خاطبها وكانت بغات تديه وسالات معاه. ولكن ملي دارت هاد الحركه راه صافي طاحت. قلت لها شنو الحركه؟ قالت لي غير من داك اللباس والشوفه ديالها بانت لي السيده صافي طايحه. دابا بقى الدور ديالك نتايا. قلت لها شنو ندير ما ندير؟ وقالت لي صافي كتب ليها بلي غتلاقى بها. كتب لها داكشي اللي غنقول لك. شفت الواتساب دابا وهضر معاها قول لها حقا لا راه سطيتيني وهبلني الزين ديالك، وانا بقيت كنحلم بيك وكنعتر بيك وصدعت اختي بيك، وصافي هادشي اللي كاين، ودير معاها شي رونديفو تلاقى في شي بلاصه. قلت لها ما نقدرش نقول لها هادشي، انت راه التليفون من يديا. وهاد اختي كانت صغر مني، كانت عندها 26 عام وانا عندي 31 عام، ولكن قافزه عليا. شفت التليفون بقى طاق 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 في الواتساب ويتسرد الميساج اللي كتبات بالتليفون ديالي. وانا شفت التليفون كنشوف شنو كاتبه. كاتبه لها وصراحه عييت نخبي داكشي في قلبي وما قدرتش. انا راه من نهار اللي شفتك وانا ما كيجينيش النعاس، حاولت نخبي هذا السر هذا ولكن ما قدرتش، ماشي لخاطري، وبغيت نشوفك ضروري، الا ما شفتكش راه غنتصدى. خلات في داك الميساج ويتكتب ان شاء الله. وقت ليها راه كتبت ان شاء الله وصافي دير معاها. وانا نكتب ليها فوقاش، قلت لها فوقاش نتلاقاو، ويتكتب ليا فوقاش ما بغيتي. وانا نسول اختي قلت لها شنو نكتب ليها فوقاش، ودير انت غدا كاع. صيفط لها ميساج وقلت لها غدا نتلاقاك. قالت لي فين؟ انا بغيت نتلاقاها في شي بلاصه بعيده على العين، لان هاد السيده اللي انا معاها غتبرصني الا شافتني ولا دير لي شي شوهه. المهم ما باغيش تشوفني، وطيشت لواحد البلاصه بعيده، واحد القهوه جات خارجه على المدينه. قلت لها واش كتعرفي قهوه بالميراس؟ قالت لي كنعرفها. وقلت لها انا غنتسناك تما غدا مع السر العشيه. قالت لي صافي. قلت لها عندك ما تجيش؟ قالت لي غنجي. وصلت ال5 انا كنت تما ونبدل الحاله نقيه، وجلست في القهوه كنتسناها. وجلست الساق القسمين بالضبط كتم السيده جايه شيرت لها جلست حدايا. ما عرفت ما نقول لها، تلفت حديت لها السلام لاباس. انا دوخاتني بداك الشيء اللي دايره، بارفان ديالها، الحوايج اللي لابسه، ماكياج، داك الشيء سطاني. بقيت كنشوف فيها وداك الشوفه عاوناتني.
قالت لي: "لاباس مزيان؟" قلت لها: "الحمد لله." وقالت لي: "أنا سيدي جيت لعندك، بغيتيني هانا." هربات لي الهضرة من لساني، وقلت لها: "شكرًا." السيدة جاية من آخر المدينة حتى لهنايا، وغنقول لها شكرًا، وخرجت من فمي قلت لها: "راه عجبتيني وبغيتك صراحة." قالت لي: "شحال عندك من عام؟" وقلت لها: "أنا عندي 31." وقالت لي: "خصك تعرف واحد الحاجة." عارف شحال عندي من عام؟ وأنا قايلة لي أختي عندها 41. وأنا زدت فيه بزاف وعيقت، وقلت لها: "يمكن عندك شي 22 ولا 20." بقات كضحك وقالت لي: "لا، واش من 20 و21، راه عندي 41 عام." وقلت لها: "سبحان الله ما بايناش فيك، أنا كيصحاب لي كنتِ كتقراي مع أختي." وقالت لي: "خصك تعرف بلي راني كبيرة عليك وهادي." قلت لها: "ماشي مشكل السن، المهم هو شنو عشق قلبي وصافي." قالت لي: "ياك بعدا؟" قلت لها: "آه." السيدة طيحتها مزيان، ولات كتبغيني ديال بصح من داك النهار. وأنا بيني وبينكم وات هاد السيدة ما كتفلتش، واخا كبيرة ولكن ما كتبانش عليها، دايرة بحال شي مونيكا. بقينا كنتلاقاو اليوم غدا اليوم غدا، وكنبقى لها 15 يوم باش تمشي فحالاتها، وهي تجي عندي اختي قبل ديك 15 يوم. قالت لي: "صافي السيدة راه باينة ولات كتعلق بيك وكتسولني عليك وهادي، ما تذكرش حس الزواج نهائيا، خليني أنا نهضر معاها." وقلت لها: "بعدا وصلنا للزواج وتقبل بعدا، والبنات كاملين عندهم كود واحد هو قلبهم، أيام كتمشي وأيام كتجي ديك على ديك صاحبتي، واخا مرفطاني." صافي درت لي بوستاز وبلوكيتها من الواتساب. لقيت السيدة زوينة والوريقات. واحد المرة جات عندي اختي وقالت لي راه هضرت معاها، وقلت لها: "حقا راه وزينتك ليها بلي راك انت معقول وكتقلب على شي بنت الناس وهو عشقك." المهم انت دابا ملي هضرت معاها بقات تلمح لي على الزواج. وقلت لها: "الزواج غير ساهل، هي كيفاش غطلعني وانت ماشي سوقك." واحد النهار تلاقيت بها وشتا بحال زعمات عليا، زعمات ديال بصح، زعمات وبغات تجربني من جميع الجوايه. كتبان ليا السيده الصفه ديالها ماشي هي الاولانيه، زعيميه ديال بصح. وبقيت كنعاود لاختي وقلت لها: "السيده راه وكتزعم بزاف." وقالت لي: "داكشي اللي بغينا." وقلت لها: "اش غنديرو دابا؟" وقالت لي: "شنو خص؟" وقالت لي: "جيبها للدار." قلت لها: "كيفاش نجيبها للدار؟" قالت لي: "غير جيبها للدار وماشي سوقك." قلت لها: "جي عندي للدار." الوالد كان عيان في واحد البيت، وهي مسكينه غير في الكوزينه مرة هنا، وانا عندي واحد البيت ديالي وكاين واحد البيت في السطح. قالت لي: "شوف مع اش درتي معاها؟" درت معاها غدا مع 6. وقالت لي: "شوف البيت اللي في السطح انا غنمشي نخملو ونشطب." وجلست تما وقلت لها: "شنو غنديرو؟" وقالت لي: "ماشي سوقك." وخملات داك الشيء. دخلت اختي داك النهار مع الخمسة. خمسة قالت لي: "طلع الفوق ياك غتجي متأكد؟" قلت لها: "متأكد غتجي." طلعت انا الفوق، صردات لي سيدي ميساج: "انا جايه." جات استقبلتها اختي. قالت لها: "فلانه كي دايره لاباس مزيانه؟" وقالت لي: "طلعت لها عنده الفوق." السيده طلعت لعندي. دخلات دخلات السيده قالت لي: "واش هذا بيتك؟" قلت لها: "لا ماشي بيتي هذا غير بيت في السطح كنجي له مره وكنجي بعض المرات راه عندي شي حمام في السطح وهادي، اما البيت ديالي راه لتحت." هضره كتجيب هضره. وكان الصيف وهي كانت جايه لابسه واحد اللبسه صيفيه ولابسه واحد الجاكيطه خفيفه، وهي تحيد ديك الجاكيطه الخفيفه داك الشيء ما بقاش بالمرموز. يعني تلقات معايا الطبيعه السيده عندها عادي، وكاين الصهد عندك في هاد البيت ما كاين الصهد. وبقات كتقرب مني، انا فهمتها وهي فهمتني. صافي وقع ما وقع، وبقينا شي ساعتين في داك البيت. بدلت حوايجها وخرجات. دابا اختي هي اللي مفرشه لنا الطريق كامله. خرجات وهي خارجه سلمت على اختي ومشات. اختي جات عندي كتجري للبيت: "هندره." قلت لها: "شنو هندره؟" و راك عارف. وقلت لها: "ما كاينه والو." قالت لي: "غير قول لي." وقلت لها: "راه قلت لك ما كاينه والو." وقالت لي: "المهم انا راه جيت وبقيت كنسمع راه قضيتي الغرض." بقيت كنغوت: "اش سمعتي لي واش كتجسي عليا وهذا الشيء ما خصكش تشوفيه وانت اختي." وقالت لي: "داك الشيء اللي بغينا كي كنتي بعدا." قلت لها: "صافي نسي الموضوع." ومن تما السيده ولات هي اللي كتعيط لي وهي اللي كتصيفط لي وهي اللي
قلبها ولا معلق بيا. مشات ايام وجات ايام حتى قربت تمشي قالت لي والمهم حنا على اتصال، وانا راه غنجي في راس العام غنجي ونهضروا. وباقي هاد الساعه ما كاينش حس الزواج ولا حس شي حاجه. دابا بقى لي غير نتفك من هذيك خيتي الاخرى اللي انا معاها اللي راني مصاحب معاها برطاني، وبقيت كنلقى السبات حقا كذا ما كنتفاهموش والو لاصقاني. حرام عليك ما بقيتش كتبغيني كذا ما نعرف شنو، وانا كنعطي لها السبات تنجبد شي مشاكل قدامين كانوا بيناتنا، وعقلتي داك النهار وكذا وبقى فيا الحال، وانا كنبغي الاعذار باش نتفك منها وصافي لانه اوروبا. بقات كتبكي واحد النهار حشومه عليك وخليتني مرهونه وانا جاني الخطاب وانا ما عارفش واش بصح ولا كتكذب. المهم خليتها وما بقيتش كنهضر معاها وما بقيتش كنسوق ليها. طلعت بحالتها اسبانيا بقات كتسرد ليا كنسرد ليها واختي كتقول لي شنو تقول. قول لها ديما كنبغي كنحماق عليك وخليها هي اللي تذكر الموضوع ديال الزواج. المهم انايا بحكم انه باقي صغير وهادي وشافتني انني فعلا متعلق بها، السيده قالت لي غادي نجي راس العام وغادي نتكلموا في واحد الموضوع مهم. جا راس العام جات كدا هادي عيطت لي نتلاقاو وتلاقينا، قالت لي واش جامع شي فلوس، وقلت لها الصراحه انا ما جامعش. وقالت لي واش ما كتخدمش، وقلت لها مره تنخدم مره ما تنخدمش. وقالت لي ولا كان بيناتنا شي حاجه دابا وهادي وبغيتي تطلع صافي فاجات عليا. وقلت لها غنحاول ندبر ونديباني. قالت لي انا نعاونك بشويه وانت شويه وان شاء الله لا كتب بيناتنا شي حاجه وكنتي فعلا معقول راه تمشي غتدفع كذا وهادي وشي مصاريف ما عرف شنو. وقلت لها غندبر كوني هانيه. وانا من غندبر انا لا خدمت سيكوريتي كيعطيوني 56,000 ريال ولا. بانت لي اختي قلت لها شنو كاين وشنو كاين، الا احتاجيتي شي حاجه غنعاونك ولكن تنكون ضمنت باللي راه غتمشي. قلت لها كوني هانيه. قالت لي عندك دير شي حركه ولا هادي السيده راه متعلقه بك. وداك الشيء اللي كان بقات ايام هضرت مع باها هضرت مع امها هبطوا للمغرب مشيت خطبتها. با بحال ما تعاقش بحال هكا كنهضر معاه وعيني حاضرين. المهم من هادشي كامل تزوجت بها. اختي سلفتني شي وراق هي عاونتني بقينا كنجمعوا الوراق. تعكلوا ليا في الاول صراحه مده على مده وانا كنت صراع حتى خرجت لي الفيزا طلعتني لاوروبا. ما طلعت تما دخت صراحه ما كاين لا لغه لا والو. المهم هي دبرات لي خدمه في واحد الكوزينه في واحد الريستورون. المهم غير ندخل داخل نغسل المواعن ونشفف نسيق وداك الشيء اللي كان. وهي عندها واحد الدويره غير صغيره تما فين كنمشيو. خدام الحمد لله. هي صراحه السيده انايا كنت داير منها اتونسيون كنقول هاد السيده هادي واش غتبقى داك المعامله هي نيت. دازت 4 شهور المعامله ديالها مزيانه صراحه ما كتحسسنيش بالنقص ولا راني طلعتك. وفي نفس الوقت انا جالس مرتبك جالس براني ما كندير ما كنفعل. باش نكون معكم واضح دازت عام طلقت لساني مع شي عرب تما وتصاحبت معاهم. صافي بديت شويه كندور الحركه واخا المعيشه كانت شويه غاليه وانما المهم صرت شويه تما كاينه وتنفست. ولات كتبان لي هاد السيده هادي كنقول واحد الساعه ونفيق وتنقول دابا انا في اوروبا ولكن السيده كبيره انا ما كرهتش شي وحده تكون باقا صغيره صراحه 23 24 وهادي 41 كون كانت فيها الربح كون تزوجات كون ما عرف شنو كون ما عرفت كيفاش. ملي طار الماكياج اللي كانت كتجي ليا به في المغرب وصافي ما بقاش داك القلب ديالي كيحل ليها بزاف اولا كيميل ليها بزاف. وليت كنخونها وليت كنمشي مع شي دراري ودوك الدراري اصلا راكم عارفين على البنات والقصاير والشراب. كنجي عندها ما كنعطيهاش وقت ما كنعطيها وقت في حتى شي حاجه. السيده بحال بدات كتعيق بيا ماشي هو هذاك. وليت كنجي بعض المره معطل ما كنعطيهاش اهتمام حتى حقها ما كنعطيهلاش لانني كنلقاه في بلاصه اخرى. ولات كتراقبني حتى حصلاتني وهادشي نعرفو حتى من بعد. حصلاتني في واحد المنطقه تما كاينه جالس ما قالت لي والو. يعني دابا راه عاقت بيا وانا ما فراسي والو.
هاد السيدة نوضت معايا الصداع على شي حاجة تافهة، مني منك ضربت راسها، قمشت عنقها، قبشت عنقها، بقات كتغوت، ويجي واحد الجار راجل كبير كيدق علينا حيت سمع الصداع، خرجت عنده بقبوشة من عنقها، وأنا ما قصتهاش، مشات ديكلارات السيد كان شاهد، هاد الشي ما عندهمش يما ارحميني، إجراءات مور إجراءات، رجعوني للمغرب، رجعوني صافي خاوي الوفاض ما كاينة لا ريال لا جوج، بقيت كندور، بقيت كندور، صافي دخلت في حالة اكتئاب، وتجي في بالي فاتحة، بغيت نرجع لصاحبتي، ولكن هاد صاحبتي هادي راه انقطعت الأخبار بيني وبينها ما عارفة شنو دارت، عام و3 شهور تقريبا، وما سولتش على أختي فين مشات فين وصلات، وأنا بقيت كنخرج للزنقة حشمان، كنقول لهم رجعت من أوروبا، وأنا نتلاقى بواحد الدري صاحبي واخا ما راضيش تلاقيت بيه قال لي صافي وصلتي لأوروبا مابقيتش كتسول ما بقيتي كدير، أنا ما رضيتش وقلت له حقا جيت غير ندوز شي حاجة ونرجع، وأنا الصراحة كنت باغي نلقى شي سبة ولا ما تعرف هي يحل قلبها وترجعني لعندها، كنصيفطها في ميساج ولكن هي مبلوكياني، كندخل عندها بنمرة أخرى كتعرفني أنا، وقال لي ديك صاحبتك اللي كنتي معاها واحد الأرض جاية في الطريق اللي كيبنيو فيه الTGV، قلت له راه كانت عاودت لي شي بلان بحال هكا، وقال لي راه عطاهم تعويض كبير، وهي تصوبات شوية ودارت واحد البوتيك المهم سيدة ديبانات مسكينة، حتى واحد خوها ديبانا، إياه وفين هي دابا؟ وراه خدامة حدا القيصرية، واش لداخل؟ لا راه خدامة في الشارع اللي كاين حدا القيصرية، بوتيك كبير، المهم سيدة تصوفات، أمها دبرت عليها مزيان ودارت المشروع ديالها ومحركة، ودير ليا الطن في راسي، مشيت للدار قلتها لختي، قلت لها هاديك خيتي اشنو واقع، قالت لي بعدا انت ولكن اختي راه صبناتني ومشيتي لأوروبا ودرتي ديك المشاكل والسيدة عاودت ليا بلي راه خنتيها وكذا وكذا وكذا، وقلت لها دابا ديك الهضرة مشات وديك الموضوع خصنا نسدوه، دابا رانا الموضوع ديال صاحبتي وراه تصوفات وراه كذا، قالت لي في راسي، قالت لي راه كنشوفها في واحد البوتيك ديال وقلت لها راه ديالها، قالت لي بصح ديالها، قلت لها راه ديالها السيدة شنو قال لي واشنو قال لي، قالت لي همزة هادي، قلت لها ما نرضاش انايا نمشي عندها دابا صافي داكشي اللي وقع بيناتنا وانا بلوكيتها وكانت كترغبني وهادي، وقالت لي انت شنو خاسر نمشي انا وياك ندير راسي حقا غنتقدى شي حاجه، قلت لها انا الافكار ديالك، وقالت لي شنو الافكار ديالي، ياك انا اللي ديتك لاوروبا ودابا جيتي نجربوا حطنا، بقات عليا وانا مارق وحشمان نمشي عندها، وبقات عليا تمشينا، مشينا دخلنا للبوتيك، كتشوف فيا شافت فيا ما حملاتنيش، درت يديا باش نسلم عليها مبغاتش تسلم عليا، دورات وجهها، سلمت على اختي من الوجه للوجه، وانا خلاتني مسمر، شنو خصكم ما خصكم، اختي دارت راسها غتشري شي حاجه، قالت لها واحد المونطو، وقالت لها هاد المونطو 600 درهم، ويلي عندها المونطوات ب 600 درهم وعندها الحوايج الغاليين النساء، اختي غمزاتني قالت لي سير لعندها، مشيت لعندها انايا باش نهضر معاها، وقالت لي ما كنعرفكش اخويا ما تهضرش معايا، تبغي تهضر معايا غنديكلاري بك، راه غادي نحط عليك شي باطل، سير بعد مني، والصراحه السيده تبدلت في سيفتها وزادت زيانت، انا كنت كنبغيها بزينها وزادت زيانت، دابا السيده باقا ما مزوجاش، انا بقيت حاصل، وصراحه بيني وبينكم كنبغيها وباغي نرجع ليها، دابا شنو بالكم؟ عطيوني شي طريقه ولا شي نصيحه وكيفاش نرجع ليها، وكيقول لكم باللي راه فعلا كيبغيها والطمع هو اللي خلاه يتخلى عليها. شكرا بزاف لصاحب القصه، ونتلاقاو في قصه جديده.